السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة مع الكورة مع الزنفولي. إن شاء الله يا جماعة هيبقى في أخبار حصرية على أخبار النادي الأهلي، أخبار نادي الزمالك، وبرضه هيبقى في حاجات حصرية على صفقات النادي الأهلي، صفقات نادي الزمالك. فإن شاء الله يا جماعة تابعونا على القناة، اشتراك على القناة، هيجيلكوا كل جديد على الأهلي والزمالك، على اتحاد الكورة، على طبعا على الدوري. وبرضه هنحلل برضه متوشة برضه على القناة برضه. وإن شاء الله تابعونا إن شاء الله على القناة. نبدأ طبعا بأخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا مسافر يوم 20/1، معسكر خارجي في الإمارات. هيقعد هناك 10 أيام، يعني ممكن يرجعوا كده على آخر الشهر. هيلعب فيه هناك ماتشين. هيلعب ماتش يوم 23 وماتش يوم 27. وطبعا الماتشين دول لو اتذاعوا طبعا هقول برضو على القناة يتذاعوا في وقت امتى. انا شايف طبعا المعسكر ده مهم جدا للنادي الاهلي. في لعيبه كتير كانت مصابه راجعه، او في لعيبه جديده زي اسامه ابو علي طبعا. انا شايف المعسكر مهم للعيبه دي. طبعا كولر عايز يجهز اللعيبه المتاحه الموجوده معاه دلوقتي. هو عشان شايف لعب منتخب مصر طبعا ما خدتش راحه، وراحت على المعسكر المنتخب المصري لعبت مطوشه ولسه هتلعب. فطبعا هيجوا مش هيقدروا يكملوا طبعا لو جم والكولر دخلهم في تشكيل اساسي للمباريات القادمه بعد الافريقيه هتبقى صعبه جدا، ممكن يجي لهم اصابات، فلازم اللعيبه دي ترتاح. فالكولر دلوقتي بيشوف البديل للعيبه دي. اللعيبه الموجوده دلوقتي اللي معاه في المعسكر هتبقى لعيبه هو اللي هيعتمد عليها الفتره القادمه. طبعا فتره النادي الاهلي الفتره القادمه طبعا فتره هتبقى صعبه. طبعا الاهلي ممكن يلعب كل 3 ايام ماتش. طبعا هيلعب في الدوري ويلعب دوري ابطال افريقيا، فهتبقى مطوشه كتير جدا، فلازم يعمل روتيشن للعيبه عشان ما يحصلش اصابات زي السنه اللي فاتت. فانا شايف طبعا المعسكر ده ان شاء الله هيبقى كويس للنادي الاهلي. نيجي بقى لاصابات النادي الاهلي. طبعا انا يعني مش عارف في ايه طبعا في اصابات النادي الاهلي. اصابات النادي الاهلي بقاله سنتين في مشاكل في حكايه الاصابات. لعيبه كتير في النادي الاهلي بقت مصابه. لسه برضو خلف فتاح جاله شد في العضله الخلفيه. برضو على اثر هذه الاصابه ممكن يقعد له في حدود اسبوعين. فانا شايف في مشكله كبيره في النادي الاهلي. الاهلي لازم يشوف حل في حكايه الاصابات دي. اللعيبه بتبقى مهمه في النادي الاهلي، بتتصاب في وقت صعب. الاهلي بتبقى محتاجها. فانا شايف الاهلي لازم يدور بقى يشوف ايه المشكله اللي بتحصل اصابات، وكلها اصابات عضليه. يعني 3/4 الاصابات النادي الاهلي بيبقى شد في الخلفيه، شد في الضمه. فدي بتبقى مشكله بقى في حمل بدني. لازم الاهلي يشوف ايه المشكله في الاصابات. فطبعا في لعيبه كتير كانت مصابه الحمد لله وتعافت من الاصابه. زي حسين الشحات رجع للتدريبات الجماعيه، وكريم نيدفيد الحمد لله. الحمد لله يعني كريم نيدفيد يعني كريم نيدفيد انا بقالي مده كبيره. احنا بقالنا 3 سنين. فين كريم نيدفيد يا جماعه؟ كريم نيدفيد مصاب. انا مش عارف كريم نيدفيد ما عندوش توفيق في نادي الاهلي. الاهلي طلعه اعاره لنادي فيوتشر. وصراحة هو تألق في النادي في الدوري في فيوتشر ولعب وربنا وفقه. وكان متألق جدا في نادي فيوتشر. لما رجع النادي الأهلي ما لعبش. طب يا جماعة ما لعبش ليه؟ إصابة. فأنا مش عارفين يعني إيه حكاية الإصابات في النادي الأهلي. مشكلة كبيرة جدا. لازم الأهلي يشوف حل لحكاية الإصابات. فزي ما بقول كده ان شاء الله عندك احمد عبد القادر قدامه اسبوعين ويرجع التدريبات الجماعيه. عندك رضا سليم برضو قدامه يعني ممكن على اول اسبوع في 2 يرجع التدريبات الجماعيه. ف وكوكا برضو قدامه اسبوعين برضو يرجع التدريبات الجماعيه. ففي لعيبه كتير ان شاء الله في النادي الاهلي هترجع الفتره الجايه ان شاء الله. خلال اسبوعين في لعيبه كتير هترجع التدريبات الجماعيه. فطبعا كولر برضو الحاجة الحلوة اللي عملها اللعيبة دي برضو أخدها في المعسكر، على أساس برضو يخش برضو في جو المعسكر
ويبقوا برضو متاحين برضو ليه في الفترة القادمة برضو. فإن شاء الله هيبقى برضو اللعيبة دي مهمة، هتنفع طبعا الأهلي في الفترة القادمة. نخش بقى على صفقات النادي الأهلي. طبعا كله مستني الصفقات. الأهلي طبعا كله عارف اللي هو خلص صفقتين، صفقة عمر كمال أبو واحد، وصفقة وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني. طبعا نتكلم عن الاثنين لعيبه. طبعا الاثنين لعيبه دول طبعا انا شايف ان هم مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. الاهلي كان بيعاني كتير في الحته الهجوميه، الاخص المهاجم يعني. الاهلي بقاله سنتين، يعني انا برضو النقطه دي برضو لازم اقف فيها برضو، ان الاهلي باسمه وكيانه بقاله سنتين مش عارف يجيب مهاجم تقيل. فدي برضو نقطه مش حاببها. ازاي الاهلي، اسم الاهلي وكيان الاهلي مش عارف يجيب مهاجم؟ يعني حاجة غريبة. والاهلي اصلا يعني طول عمره عنده احسن مهاجم في مصر، فبقاله سنتين دي مش عارف يجيب مهاجم. دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، يعني دي مشكلة كبيرة. طبعا الاهلي بسبب اللي كان ما عندوش مهاجمين، في بطولات كتير خسرها بسبب طبعا الفرص السهلة اللي كانت بتضيع من النادي الاهلي. طبعا عشان مفيش مهاجم كويس، يعني مفيش مهاجم تقيل بيخلص المطوشة دي. فطبعا الاهلي دفع ضريبة اللي ما جابش مهاجم تقيل، اللي تلعب من كذا بطولة. مع ان الاهلي كان يعني في البطولات دي انا شايف في كان بطولات كتير الاهلي قريب جدا منها. بس يعني الحمد لله قدر ما شاء فعل. فالاهلي دلوقتي جاب اسامه ابو علي. انا شايف لعيب هيبقى كويس جدا للنادي الاهلي. لعيب فرود طويل، جنبه كويس، هيدرز، بيعرف يتحكم في الملعب كويس جدا، بيعرف يتحرك في منطقه الجزاء كويس جدا، لعيب سريع. انا متفائل بيه الصراحه. برضو انا متفائل بيه بسبب برضو انا شايف ان اللعيبه اللي جنسيتها عربيه اللي بتيجي في مصر زي الجزائر، زي اللي جنسيته جزائري او جنسيته مغربي او تونسي، بيجي يتالق في الدوري المصري، بينسجم بسرعه. فانا ان شاء الله متفائل بيه خير ان شاء الله. وسام ان شاء الله يبقى هداف الدوري المصري ان شاء الله، هداف افريقيا ان شاء الله. نيجي برضو للصفقه الثانيه اللي الاهلي خلصها، عمر كمال عبد الواحد. انا شايف عمر كمال برضو مكسب كبير جدا للاهلي. لاعب جوكر، لاعب بيلعب في كذا مركز، بيلعب باك يمين، بيلعب برضو جناح يمين، بيلعب جناح شمال، ممكن يلعب لك برضو باك شمال، بيلعب تحت الفيرود. لعيب جوكر، لعيب دولي، شويت، لعيب برجل واسع. فانا شايف طبعا مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. عمر كمال ابو واحد طبعا الزمالك كان داخل في صفقه جامد دخل طبعا بقوة في صفقة عمر كمال أبو واحد. بس إن شاء الله يعني عمر كمال واحد طبعا اختار النادي الأهلي. فأنا شايف صفقتين مهمين جدا للنادي الأهلي. هل النادي الأهلي بيفكر يعمل صفقة ثالثة في الانتقالات الشتوية؟ الأهلي طبعا بيفكر وبجدية طبعا يعمل صفقة ثالثة في الانتقالات الشتوية. طبعا دلوقتي الأهلي بيفكر يجيب مساك. طبعا في مشكلة دلوقتي برضو في الأهلي في حتة المساك دي. عندك رامي ربيعة إصاباته كتير، عندك طبعا محمود متولي على طول مصاب. أنت مش معتمد غير على ياسر إبراهيم ومحمد منعم. طبعا لو واحد فيهم طبعا اتصاب ولا حاجة فبتدخل محمد هاني ممكن يلعب مساك، بتدخل خلال فتاح ممكن يلعب مساك، طبعا مش مركزه. فالأهلي فيه مشكلة في الدفاع، برضو في ثغرة الأهلي في المساك. فالأهلي طبعا كولر طلب من النادي الأهلي اللي عايز مساك في الانتقالات الشتوية دي. والأهلي طبعا لجنة التخطيط طبعا قدمت له 2 لعيبة على أساس هو يختار واحد فيهم ممكن يجي النادي الأهلي الانتقالات الشتوية.
اتنين لعيبة طبعا دي، اتنين لعيبة دول طبعا بيلعبوا في نادي زد. طبعا عارفين طبعا محمد اسماعيل، واللعيب التاني مصطفى العش. فكولر حاططهم في المرتبة التانية بالنسبة للعيبة دي، ان هو شايف اللعيبة دي مستواها قريب من اللعيبة الموجودة في النادي الاهلي. طبعا انت عشان تجيب لاعب في النادي الاهلي او في نادي الزمالك لازم يبقى احسن من اللعيبة الموجودة عندك في النادي الاهلي. فهو كولر شايفهم اللي هم المستوى بتاعهم قريب من رامي ربيعة وياسر ابراهيم. فهو عايز لعيب زي محمد عبد المنعم، لعيب تقيل يقدر يبني الهجمة من تحت. ف سابهم في المرتبة التانية طبعا الاثنين لعيبة دول برضو، بس برضو داخلين في الحسبان اللي ممكن الاهلي يتعاقد مع واحد فيهم السنة دي. الاهلي طبعا داخل برضو في صفقة، برضو مدافع برضو مهم جدا. مدافع بيلعب بره عنده 20 سنة، انا شايفه خليفة احمد حجازي. مدافع طبعا ده كان بيلعب في نادي المقاولين. اسمه عمر الفايد. طبعا عمر الفايد انتوا عارفينه، طبعا كان بيلعب في الدوري المصري السنة اللي فاتت. انا شايفه برضو عمر الفايد برضو لعيب مهم لو جه الاهلي. طبعا لعيب صغير كويس، لعيب طويل، شبه احمد حجازي كده شويه، يعني شبيه باحمد حجازي، لعيب كويس. ويا ريت الاهلي يجيب اتنين لعيبه على الاقل في الميركاتو ده. طبعا الاهلي محتاج اتنين مساكين، مش مساك واحد. فالاهلي كولر طبعا هو اللي هيختار في اللعيبه دي مين اللي ممكن يجي النادي الاهلي. بس انا شايف ان نادي زد طبعا عمل صفقه، اللي هو اشترى عبد الله بكري من نادي فاركو. فانا شايف ان الصفقه اللي نادي زد عملها دي ممكن يبقى في كلام اللي في واحد من الاثنين في نادي زد ده هيروح النادي الاهلي في الانتقالات دي. فربنا ان شاء الله يوفق الجميع، وان شاء الله يا جماعه اشتركوا على القناه، واقول لكم على كل طبعا حصل على كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.